ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ بتبتدي قصة فيلمنا النهاردة مع جيف وهو داخل على بنته فيكتوريا وبيقول لها انهم لازم يمشوا من هنا، واخدها واخد اختها وطلعوا من البيت. وبعد كده بنروح للوكاس اخو جيف على بيته، وبنعرف هنا ان المحقق كلمه وقال له ان جيف قتل شركائه في الشركة وكمان قتل مراته وخد البنتين وهرب بيهم. وبنروح لجيف اللي عمال يسوق العربية سواقة جنونية لحد ما عمل حادثة ونزلت العربية في الغابة، لكنهم الحمد لله ما ماتوش. ومشي بيهم في الغابة لحد ما لقي كوخ مكتوب عليه الفتية، ودخلوا فيه وولع الأب نار عشان يتدفوا. لكن فيكتوريا كانت حاسة ان في واحدة ست في الكوخ وعمالة تقول لباباها، وهو ما كانش مركز معاها أصلا وكان عمال يعيط. وبعد كده راح لبنته وبسها وحضنها وطلب منها تبص على الغابة، وبعد كده كان هيقتلها. فجأة جت ست شكلها غريب زي الشبح وخدته وطلعت بيه بره، غالبا عشان تخلص عليه. والبنتين قاعدين مستنيين باباهم يرجع، في حد رمالهم كرز، وبنكتشف هنا انها الشبح. وبعد 5 سنين بنروح للوكاس اخو جيف اللي كان عنده امل لسه انه هيلاقي اخوه بناته، وكان متفق مع صيادين انهم يدوروا عليهم في الغابة وبيبعت لهم فلوس كل شهر. لحد ما في يوم لقوا عربية جيف ومن خلالها عرفوا يوصلوا للكوخ اللي فيه البنتين. وأول ما دخلوا الكوخ زي ما يكون حد عايش فيه، ولقيوا زي لوحة مرسومة وحبة كرز. وبعد كده لقيوا البنتين وكانوا بيمشوا بطريقة غريبة على ايديهم ورجليهم وشكلهم كان مخيف جدا. وبعد كده كلموا لوكاس وقالوا له انهم لقيوا بنات اخوه، وبيروح لوكاس وحبيبته أنابيلا للدكتور النفسي وبيقول لهم ان البنات صعب التعامل معاهم وسلوكهم عدواني جدا. وبعد كده بيدخل لوكاس عشان يشوفهم وبيدي النضارة لفيكتوريا عشان تشوف بيها، وبعد ما بتلبسها بتفتكره باباها وبتحضنه، لكن ليلي كانت خايفة منه. وفي المحكمة قدر لوكاس انه ينتصر على خالة البنتين وياخد وصيتهم بشرط انهم يعيشوا كلهم في بيت تبع المركز النفسي اللي بيعالج البنتين. وفي يوم فيكتوريا قاعدة مع الدكتور النفسي سألها ينفع تقولي قصة مرة تانية؟ قالت له ان القصة دي من وقت طويل جدا عن واحدة ست هربت من مستشفى نفسي هي وبنتها الطفلة ورمت نفسها في المية. راح سألها وقال لها هي اللي حكت لك القصة دي؟ قالت له لأ، هي اللي خلتني أشوفها كأنها حقيقة. وبعد كده بياخد الدكتور النفسي البنتين وبيوديهم لعمهم وحبيبته أنابيل عشان يعيشوا معاهم. وبتدخل فيكتوريا البيت، لكن ليلي كانت خايفة جدا وماسكة فيها، وطلعوا على الجنينة وقدرت فيكتوريا تتعرف على الكلب بتاعها وكانت سعيدة جدا. وبعد كده بيروح الدكتور النفسي لمكان اسمه سجلات كلفتون فورج عشان يدور على أي مريضة نفسية قصتها زي القصة اللي حكتها له فيكتوريا. وعرف ان كان في مصحة سنة 1878 اسمها سانت غريتو، وعرف ان كان فيها مريضة اسمها إيديس برين قصتها نفس القصة اللي حكتها له فيكتوريا. وفي يوم ما دخل لوكاس عشان يطمن على البنتين انهم ناموا وهو طالع، قالت له أنابيل ان في حد غيرهم في البيت، وهو ونازل يدور في البدروم لقي فراشة غريبة على السلم، وفجأة لقاها دخلت في الحيطة وعملت شكل غريب، وبعد كده طلع زي كائن غريب من الحيطة وزقوه ووقعوه من على السلم وأغمى عليه، ونقلته أنابيل إلى المستشفى ودخل في غيبوبة مؤقتة. وبعد كده بقيت أنابيل مع البنتين لوحدهم في البيت. وفي يوم كانت أنابيل سامعة زي صوت مخيف جاي من الدولاب، وكمان ليلي كانت عمالة تمشي بطريقة تخوف، والصوت كان عمال يعلى ويعلى لحد ما بتصحى مخضوضة من النوم وبتكتشف انه حلم. وبعد كده جه الدكتور النفسي يزور البنتين وبيلاقي دمية غريبة، فبيرجع لتسجيلات فيكتوريا وهي بتقوله مامتها اللي كانت معاهم في الكوخ هي اللي عملت لهم الدمية دي. وبنروح لأنابيل اللي صحيت على صوت واحدة ست بتغني، ولما راحت على أوضة البنات عشان تشوف في ايه لقيتهم بيلعبوا، فقالت لهم ان الوقت اتأخر ولازم يناموا، وحست انه الدولاب فيه حركة غريبة فراحت عشان تفتحه، لكن فيكتوريا قالت لها بلاش احسن، فسمعت كلامها وطلعت برا الأوضة وقالت لهم يلا ناموا. وتاني يوم راحت أنابيل للدكتور وقالت له ان في واحدة ست بتزور البنات وسمعتها بتغني لهم امبارح، فقال لها ان فيكتوريا عندها اضطراب الهوية واوقات بتمثل دور الام وتقعد تغني، وانها حالة مرضية مؤقتة
وهتخف منها. وبيروح الطبيب النفسي لمركز سجلات كلفتون فورج بناء على مكالمة من المديرة بتاعته قالت له فيها إن المكان ده فيه كل الرفات والهياكل العظمية المجهولة، وأدت له زي صندوق وقالت له الصندوق ده يخص إيديس برلين المريضة النفسية اللي هربت ورمت نفسها في المية. وبنروح لأنابيل وهي بتقرا فبتحس زي في حد وراها، وأتاري شبح ماما بيقرب منها، فلما لفت ملقيتش أي حاجة. وفي نفس الوقت شبح ماما بيروح للوكاس المستشفى وبيخليه يحلم بأخوه جيف وهو واقف على بوابة كلفتون فورج، وبيطلب منه يروح الكوخ وينقذ بناته. فبيفوق من الغيبوبة بيجيله زي تشنجات، لكن الدكاترة بيقدروا ينقذوه. وتاني يوم بتروح أنابيل والبنات يزوروا في المستشفى، وكانوا مبسوطين إنه فاق، لكن ليلي كانت مستخبية وعمالة تاكل في الحشرات. ولما راحوا على البيت حاولت أنابيل إنها تقرب من فيكتوريا ويبقوا صحاب، لكن فيكتوريا قالت لها إنها خايفة عليها ومش عايزاها تتأذي، وطلعت تجري من الأوضة. وبعد كده جت خالتهم جين عشان تزورهم، فلقيت البنات شكلهم غريب، فقالت لأنابيل إنها هتبلغ مركز الرعاية الاجتماعية إنهم بيتعرضوا لسوء معاملة، وطلعت وسابتها. وبعد كده بتروح فيكتوريا للدكتور النفسي وسألها عن الأم، وقال لها هل هي عايشة معاكو؟ فما ردتش عليه. وبعد كده وراها صورة وقال لها هي دي الأم؟ راحت ردت عليه بخوف وقالت له لأ. وبعدها بيقرر الدكتور النفسي انه يروح الكوخ اللي كانوا قاعدين فيه البنتين عشان يلاقي تفسير وحل منطقي لكل اللي بيحصل ده. وهنا بيجي شبح ماما، او خلينا نقول عليها المريضة إيديس برين، لأنابيل هي ونايمة، وبتخليها تشوف اللي حصل لها بالظبط بس كأنه حلم. وبتظهر هنا إيديس وهي بتقتل الراهبة وبتاخد بنتها وبتجري بيها على الغابة لحد ما بترمي نفسها في المية، لكن الطفلة فضلت متعلقة على فرع الشجرة لحد ما ماتت. وبعد كده بتصحى أنابيل من النوم وبتفتكر إن ده كابوس. وبعد كده بنروح لليلي وهي بتصحي فيكتوريا وبتقول لها اصحي ماما عايزانا، بس فيكتوريا قالت لها لا مش هقوم. وطلعت ليلي من الشباك ونزلت الجنينة عشان تدور على مامتها. وبنروح للدكتور النفسي اللي وصل للكوخ ولقي الحيطة شكلها غريب وبتطلع فراشات، وقعد يصور في الكوخ حتة حتة، وفجأة طلع عليه شبح إيديس برين وقتلته. وتاني يوم لما صحيت أنابيل ملقتش ليلي في الأوضة، وقعدت تدور عليها لحد ما لقيتها نايمة في الجنينة تحت الشجرة، فشالتها وقعدت تطمن عليها انها كويسة وتدفي فيها، بس ليلي كانت رافضة في الأول، وبعد كده استجابت ليها وهديت. وفي يوم دخلت أنابيل أوضة البنتين عشان تحط هدومهم، فحست ان في حركة في الدولاب، فأول ما فتحته لقيت الحيطة بتاعت الدولاب شكلها زي الحيطة بتاعت الكوخ بالظبط، وطالع منها فراشات. ولسه بتدور في الهدوم جت فيكتوريا وقالت لها يلا نفطر. وبعد كده خدت أنابيل البنتين وراحت لجلسة العلاج النفسي بتاعتهم، فعرفت هناك ان الدكتور اختفى وبيدوروا عليه، فاستغلت انه محدش شايفها وخدت التسجيلات بتاعت فيكتوريا وكمان الصندوق بتاع إيديس برين اللي ادته مديرة سجلات كلفتون فورج للدكتور النفسي. وبنروح للوكاس اللي بيقرر فجأة انه يروح بوابة كلفتون فورج او الكوخ زي ما اخوه طلب منه في الحلم. وأول ما وصلت أنابيل البيت فتحت الجهاز بتاع الطبيب النفسي عشان تشوف سجلات فيكتوريا، وحطت الصندوق الغريب ده على جنب. وهنا بنعرف القصة كاملة، وهو إن شبح ماما ده في الأصل كانت مريضة نفسية في مستشفى نفسي اسمها إيديس برين. وفي يوم هربت هي وبنتها الطفلة من المستشفى، وهي وبتنط بيها في المية الطفلة مسكت في جذع الشجرة، وإيديس وقعت في المية وماتت، والطفلة ماتت على جذع الشجرة، وتحولت إيديس لشبح. وبنكتشف هنا ان الصندوق اللي ادته مديرة السجلات للطبيب النفسي هي رفات الطفلة بتاعتها. وبعد كده جت فيكتوريا وحضنت أنابيل ووستها لما لقيتها بتعيط، وطبعا ده أغضب الأم جدا، وفضلت بتجري وراهم وهم يجروا منها لحد ما دخلت ليلي الأوضة وقفلت الباب قبل ما تدخل فيكتوريا. وهنا أنابيل بتيجي وبتفتح الباب وبيلاقوا ليلي خايفة جدا، وهنا شبح ماما بيهجم عليهم هما التلاتة وبتخلي أنابيل يغمى عليها. وأثناء ده بتيجي خالتهم جين عشان تثبت ان البنات بيتعرضوا لسوء معاملة، فبتهجم عليها شبح ماما وبتخلص عليها، وبكده
جين كمان ماتت. ولما بتفوق أنابيل مش بتلاقي البنتين، فبتعرف ان شبح ماما اخدهم على الغابة، فبتاخد الصندوق اللي فيه رفات بنتها وبتجري عشان تلحقهم، وبتكلم لوكاس عشان يستناها عند البوابة ويروحوا مع بعض على الغابة. وأول ما بيوصلوا بيلاقوا البنتين قاعدين على الجرف وشبح ماما قدامهم وهياخدهم وينزل بيهم في المية، وجري لوكاس عشان يلحق ليلي، لكن شبح ماما كانت بتخنقه. راحت أنابيل ندهت عليها ودتها رفات بنتها، فأخدته واتأثرت جدا، ولسه هياخدوا البنتين عشان يمشوا راحت ليلي ندهت عليها، فشبح ماما اتعصبت ورمت رفات بنتها في المية، وراحت ضربت لوكاس واغمى عليه، ومسكت أنابيل ووقعتها في الأرض جامد، وخدت البنتين عشان تمشي بيهم. لكن أنابيل رفضت تستسلم وفضلت تمشي وراهم، ومسكت في الروب بتاع فيكتوريا ورفضت نهائي انها تسيبه. ولما الشبح لقيت فيكتوريا بتعيط وعايزة تقعد معاهم سابتها، وودعوا البنتين بعض، وخدت الشبح ليلي ونزلوا المية. وبيخلص فيلمنا على كده. استنوا، رايحين فين؟ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.